في اخر مباراه بيواجه ريال مدريد صاحب المركز الثاني وصاحب ال 65 نقطه. وبدايه قويه المباراه عن طريق اللاعب مودريتش هنا في ملعب مونتيليفي. ولقاء الدور الاول 1-1 وكره خطيره بالكعب حلوه من رودريجو. بدايه التشكيله واول ركنيه في هذه المباراه عليها، لكن نشوف كره حلوه قوي من جانب ميليتاو. فينيسيوس افضل لاعبي ريال مدريد، فينيسيوس نجم البرازيلي يسدد ولكن ترتد. نعود مره ثانيه ناتشو، مره نشوفه في الشمال مره نشوفه في اليمين، وادي الكره العرضيه من ناتشو. ناتشو يا ناتشو فرنانديز سجل كظهير ايمن وكان بيلعب كافينجا كان في تلك المباراه. تمسك بامل، طبعا لم يحسم لقب الليجا وان كان البارسا يعني يقترب كثيرا من اللقب رقم 27، لكن ريال مدريد عنده اولويات اخرى والاولويه كانت في اللقطه اللي فاتت من جانب فالفيردي. ضغط واللي كان بالمناسبه فالفيردي سجل هدف في مرمى اليابان في لقاء 1-1 وكان ايضا شارك في لقاء كوريا الجنوبيه 2-1 لصالح الاورجواي. امامنا هنا انطلاقه جيرونا اللي بيحاول الوصول، تمريره خطيره جدا، تحرك لكن تغطيه روديجر. ادي اول فرص اللقاء. فالنتينا امامنا هو يا ولد يا فالنتين كاستيانوس. موجوده بقى مش موجود هنا الرقابه، لا مغطي صح ناتشو ولا موجود في اللقطه اللي فاتت كل من قلبي الدفاع ميليتاو. النهارده بنشوف وين ومكان سبينوزا. تشوف هذه الركنيه ريال مدريد قد يعادل في هذه الفرصه، ولكن المره دي عدت الكره. كانت امام رايو فايكانو وفيا ريال ومايوركا وبرشلونه 4 هزائم خارج ملعب، عشان كده فقد نقاط كثيره جدا خاصه التعادلات اللي كانت في ملعبه. انطلاقه هنا من جانب فينيسيوس، ممكن يكون التعادل. فينيسيوس الى رودريجو. يا رودريجو لاعب ريال مدريد السابق اللي صنع هذه الكره، وادي الرقابه مش موجود في اللقطه اللي فاتت. شوف فينيسيوس بيعمل كل حاجه في الكره، عدى هنا طبعا خلاص تفوق نفسي. وبرجا بورخا جارثيا، ديفيد لوبيز، ايضا توني فيا، كذلك هيريرا، كيبي، الايش جارثيا، جويل روكا، وهجمه سريعه كاستيانوس في الهدف الثاني. كاستيانوس الثاني الكرات المرتده خطا من إيدر ميليتاو على طول.